العم جدو، عم وجد كل البشرية، الشخص اللي بيلف العالم كله علشان يساعد الأطفال ويخليهم يخوضوا مغامرات مش هيقدروا ينسوها. بس في وسط مغامرات مساعدة الأطفال بيظهر لنا كم من القدرات والقوى المرعبة اللي بتخليه واحد من أقوى الشخصيات الكرتونية، واللي بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا: إيه هو مقدار قوة العم جدو؟ شبابنا عارف ان انا قايل قبل كده ان انا مش هعمل مقدار قوه العم جدو، عارف الكلام ده كله، بس عارف انت اللي هو ايه، ما باليد حيله، اتزنقت في كام شخصيه كده قلت الجا له امر لله. المهم يلا بينا نبدا على طول عشان الفيديو غالبا هيبقى طويل شويه، والبدايه مع القدرات الجسديه، واللي كالعاده القدرات الجسديه لمعظم الشخصيات الكرتونيه، زي القدره على التحكم في جسمه باي طريقه ممكنه او اي طريقه هو عايزها، زي انه يستخدم بطنه زي الكوره كده، او يستخدمها كماسك للوش، او يحولها لمطرقه عملاقه يحارب بيها، واللي بالمناسبه قويه جدا، غير انه قادر انه يطلع اطراف من العدم او يحول نفسه لعربيه طائره مع قدره لتصغير حجمه لدرجه انه يدخل جوه عقل طفل صغير ويتحكم فيه. ونقطه التحكم في الشخص من الداخل دي خطر شويتين ثلاثه. وعندك كمان على الرغم يعني من ان جسمه وكرشه كبار شويه، الا انه عنده مرونه عاليه مع امكانيه للدخول لاماكن ما يقدرش انه يدخل لها بجسمه الطبيعي، غير انه قادر يشيل راسه من جسمه وبتفضل راسه عايشه وبتتكلم ويرجعها تاني مكانها ولا كأن اي حاجه حصلت. هو قادر فعليا على تقسيم نفسه الاثنين، والاثنين دول يكملوا الاجزاء اللي ناقصه منهم ويبقوا شخصين مختلفين، مع القدره الاعتياديه جدا اللي بنقابلها مع كل الشخصيات الكرتونيه، واللي هي التنفس في الفضاء. وبما اننا في الفضاء فالعم جدو قادر انه يسد ثقب اسود ويستحمل قوه الجذب القويه جدا بتاعته اللي قادره تبلع كواكب حرفيا، غير قدرته على الطيران، اذا كان الطيران بنفسه بدون اي مساعده او الطيران باستخدام حاجات تانية زي النمره اللي بتطلع دخان قوس قزح، او الطاقيه بتاعته اللي فيها مروحه بتخليه قادر على الطيران. وبالمناسبه العم جدو هو اللي ادى للنمره دي قدره الطيران بتاعتها، ده غير ان المروحه بتاعته قادره تتحرك بسرعه شديده جدا لدرجه انها تبقى قادره على قطع جدار كامل زيها زي الليزر كده، وكمان لو تم لفها بالعكس بتعكس كل تصرفات العم جدو كانها كده بتعمل له ريواين، بترجعه في الاحداث اللي هو شخصيا عملها. غير ان العم جدو قادر يعيش لمده 400 سنه بدون اكل بدون شرب بدون حركه حرفيا، وكل ده عشان بس مستني القهوه بتاعته تخلص. صح، بالمناسبه العم جدو عايش فعليا بقاله 200 مليون سنه، هو فعليا عايش من قبل التاريخ، وده اللي بيعرفنا ان العم جدو خالد، راجل عايش بقاله 200 مليون سنه وقادر يفضل عايش حتى بعد ما يفصل راسه او ان راسه تتهرس، غير انه قادر يفضل عايش بعد ما يتحول لهيكل عظمي، هو قادر يفضل عايش بعد اي شيء عموما. وغير ان العم جدو خالد فهو كمان معاه قدرات تجديد، قادر يجدد نفسه بعد ما يتحول لرماد، ومش مجرد تجديد جسدي بس، لا، العم جدو قادر يجدد نفسه حتى بعد مسح الحبكه، غير انه استحمل الكم ده كله من متفجرات التي ان تي، واكيد طبعا عنده مقاومه للكهرباء، ده العادي والطبيعي جدا يعني في اي فيديو شخصيه كرتونيه، وكمان مضاد للحراره العاليه او القليله. في العاليه هو نزل جوه بركان نشط وما حصلوش اي حاجه، ومش كده وبس، لا ده اخمد البركان ده كمان، والحمم البركانيه اللي جوه كان بيتعامل معاها وكانها حمام سباحه. وفي الدرجات القليله هو كان مستحمل درجه حراره جمدت الكوكب كله. صح، العم جدو نزل لكور كوكب الارض اللي حرارته تقريبا 6000 درجه مئويه وخلاه يحمر له التوست بتاعه، ربيت العبث. غير ان عنده مقاومه للاشعاع، مش بيأثر عليه ولا بيضره، لا ده بيزيد قوته وبيساعده على تكبير حجمه لاضعاف مضاعفه، غير ان في العادي والطبيعي اصلا العم جدو يقدر يعمل كده ويوصل لحجم اكبر من الكواكب نفسها، او انه يبقى اكبر من الشمس نفسها. وكل اللي انا بتكلم فيه ده هي القدرات الجسديه بس، انا لسه ما دخلتش على المهارات، على القدرات القتاليه، على القدرات عموما والمهارات، انا ده كله لسه بتكلم في القدرات الجسديه بس. المهم يعني هو قادر على رفع شجره بسهوله ويحارب بيها وكانها عصايه كده او سلاح، وبمنتهى السهوله رفع حيطه كامله وبدون ادنى مجهود. هو فعليا كان قادر على تاني ايفرست بمنتهى السهوله. واستنى بس اقول لك ان العم جدو قادر على رفع الار في اللي هي العربيه الترفيهيه بتاعته، اللي هي عباره عن عوالم حرفيا، من بره عربيه عاديه، من جوه اكتر من عالم، وكمان برضه هي بوابه بعديه لعوالم تانية. واستنى بس اقول لك ان العربيه دي قويه جدا لدرجه انها قادره على سحب كوكب الارض كله كده على بعضه وتخريجه عن مساره. فبما ان العم جدو
قادر انه يرفعها، فهو حرفيا قادر بسهوله جدا يرفع الكوكب كله. صح، العم جده نقل الهرم الاكبر من مكانه، حاجه ما قدرش المتحف البريطاني انه يعملها. استنى بس اقول لك انه هو قدر بمطرقه عاديه جدا، وكمان كان مغمي عينه، قدر انه يدمر سجن كامل ويهرب كل المساجين اللي كانوا فيه، ويدمر سد يسبب فيضان في المدينه كلها. هو فعليا يعني دمر المدينه كلها، وكل ده وهو مغمي عينه. واستنى اقول لك بس، لا ان مش المدينه او البلد، لا هو دمر المجره كلها. ومش هو بس اللي قادر على تدمير مجرات واكوان، لا هو قبل كده عمل بقره، البقره دي بلعت الكون كله والوجود بحد ذاته. العالم كله بقى عباره عن فراغ ابدي. العم جده لوحده بقى اصلا وباستخدام قوته الشخصيه كان قادر على تمزيق استمراريه الزمان والمكان، وكل ده كان من غير قصد. يعني هو لو قصد هيعمل اوسخ من كده بكتير. بالمناسبه صح، هو عمل نفس اللقطه بتاعت سبونج بوب لما محى الوجود كله. وكل ده انا بتكلم عن فيزيكال العم جده. غير كده بقى، فالعم جده عنده قدره عبقريه على اختراع وابتكار الاشياء، اذا كان بادوات او من العدم. هو حول طفل بشري لروبوت قوي جدا. ثواني بس اخد شفطه من جردل القهوه بتاعي ده عشان اعرف اتعامل مع البشريه. انا لسه صاحي اصلا، والنهارده هو نفس اليوم اللي نزل فيه فيديو لويد فرونتيرا. النهارده 27، فالمفروض ان انا لازما وابدا انزل الفيديو ده يوم 30 الكلام ده. هحاول، غالبا مش هعرف اعمل كده بس هحاول. المهم، واحده من الادوات الخطيره جدا اللي عملها العم جده كانت اداه قادره على محو وجود الشخصيه. هو فعليا باستخدام سلاح معاه كان قادر على محو وجود الشخصيات اللي بتظهر، وكمان معاه سلاح ناري ازرق بيعمل نفس الموضوع ده. صح، بالمناسبه الاسلحه اللي مع العم جده كتير جدا، كتير بغباء، فانا مش هقولهم كلهم. انا هقول الحاجات اللي ظهرت او اظهرت عدد من القدرات المختلفه، وده اللي هيخلينا نروح للاسلحه والمعدات. عندنا في البدايه طبعا بيلي باج، الحقيبه بتاعته اللي عباره عن مساحه لا نهائيه يقدر يخزن فيها العناصر، ويقدر يوصل لاي عنصر هو عايزه بمنتهى السهوله. وغير كده هي عندها وعي ذاتي، تقدر تتكلم وتفكر وتقدم له اقتراحات كمان. والحقيبه دي جواها برضه فرانكنشتاين، بيدي للعم جده تركيبات قادره على اعاده احياء الموتى. غير ان العم جده معاه مسحوق قادر يتحول لغابه كامله بمخلوقات حقيقيه ونباتات وتنانين كمان. وكمان معاه مسدس قادر على التعامل مع الاشباح وتفتيتها، بالاضافه لبخاخ تلعب بالعمر اذا كان تكبير او تصغير. وعموما يعني العم جده قادر على التلعب بعمره شخصيا بدون البخاخ ده. غير حبوب لو اضفت لها نقطه ميه بس قادره تسبب فيضان يغرق الكوكب كله. غير بوابه زمنيه مش محدوده بتاريخ معين، مع قلم سحري. القلم ده اي شيء بيرسمه بيبقى حقيقي ومؤثر على العالم. يعني على سبيل المثال هو رسم منشار خرجه بره شاشه التلفزيون وبره الشو نفسه، والاستيكه بتاعت القلم ده قادره على محو اي شيء من الوجود. وهي دي الادوات المختلفه ذات القدرات المختلفه اللي هنسيبها ونروح للسرعه، واللي اكيد يعني اسرع من الضوء بمراحل. النقطه دي مش محتاجه اثباتات كتير اصلا. هو قادر في اقل من 3 ملي ثانيه يوصل من زحل لخارج الكون كله، سرعه لا يمكن قياسها. والار في بتاعته كمان قادره تتخطى السماء وتوصل للجحيم في ثواني معدوده. فنقطه السرعه دي مش هنركز عليها قوي يعني، لان اوريدي واضح ومعروف ان العم جده سرعه ضخمه جدا لا يمكن قياسها. عشان نسيبها ونروح للاهم والاخطر واللي هي القدرات. وبص يا معلم، العم جده قادر على فهم لغه الحيوانات وقراءه الافكار، بالاضافه لقدره حره على الحركه ايا كانت ايه هي الارض اللي ماشي عليها، اذا كانت ميه او سحاب، مع قدرات احساس قويه جدا لدرجه انه قادر على الشعور بالاشباح. غير انه قادر يبقى غير مادي عن طريق تخريج روحه بره جسمه، وكل دول يلتقوا مع قدرته على استخدام السحر. هو قادر على القاء تعويذ قويه جدا ومختلفه بتوصل قدراتها التدميريه للقنبله النوويه، وقادر كمان على اعطاء قدرات السحر دي للشخصيات التانية. ومش سحر وبس، لا هو قادر على منح القدرات الخارقه للشخصيات التانية وتحويلهم لابطال خارقين بقدرات متعدده. غير ان اوامره واجبه التنفيذ، هو قادر على اعطاء اوامر لاي شخص، والشخص ده هينفذ الاوامر بدون مقاومه، حتى لو كان عقليا مش موافق على الامر ده هو غصب عنه هينفذه. والاوامر دي مش مجرد اوامر عاديه، لا حتى لو كانت اوامر خارقه للطبيعه، زي انه يخلي انسان يطلع نار من بقه من غير ما يديله قدرات خارقه، هيحصل ده عادي جدا. او حتى استدعاء حاجات من العدم تتواجد في اماكن غير مسموح ليها التواجد فيها. هو استدعى دولفين حقيقي للفضاء الخارجي في عالم كرتون، والدولفين ده جه وعاش وتنفس وزي الفل في الفضاء عادي. غير انه قادر على هزيمه الشخصيات الاسطوريه زي سانتا كلوز اللي هو بالمناسبه اخوه يعني. المهم، الموجات الصوتيه للعم جده قويه جدا لدرجه انها قادره على تدمير سطح المول والوصول لمسافات تتخطى عشرات الكيلومترات. غير ان عينه فيها شعاع هيلوجرام، وغير كمان ان هو قادر يغير شكله لاشكال شخصيات كرتونيه تانية. مش معروف الصراحه بنفس القدرات ولا لا، لان ما ظهرش
استخدامه لقدرات الشخصيات الكرتونيه دي، غير كمان قدرته على التلاعب بالشخصيات التانية حتى لو كانت نسخه منه. هو كان قادر على تغيير شكل شخصيته وملابسها في اقل من ثانيه، بالاضافه طبعا لقدره تحويل. هو قادر يحول اي حاجه لاي حاجه. على سبيل المثال يعني هو كان قادر على تحويل وحش تاكوز ضخم جدا وواعي لتاكوز صغيرين غير واعيين، وده لوحده او باستخدام المطرقه السحريه، واللي كانت قادره على تحويل مالفين لانسان تاني، او تحويل لوح تزلج لوحيد قرن لابس سكيت، او انه يحول نفسه لاشكال مختلفه، غير قدرته على التحكم في الغيوم والمطر، بالاضافه لقدره التلاعب بالغيوم والبرق وانشاء اشياء من العدم. وكل دول حرفيا في مشهد واحد، خلى الغيوم تنزل برق والبرق ده ينشئ طفل مجنون راكب عربيه رياضيه. عبس. غير انه قادر يتحكم في الشمس ويحركها من مكانها ويرجعها مكانها تاني والكلام ده كله. سيبك من الشمس، العم جدو قادر فعليا على التلاعب بمجموعه نجميه كامله واستخدامها كوسائل تسليه ليه. ولكن واحده من اهم قدرات العم جدو بالنسبه لي هي قدرته على التلاعب بالمشاعر. العم جدو قادر انه يغير في شكله ويعمل شكل مضحك نوعا ما، ويجبر الناس انها تضحك على الوش المضحك ده حتى لو كان الوش ده مش بيضحكهم. ومش كده وبس، لا، الناس دي من كتر الضحك هينفجروا، مش هينفجروا من الضحك، لا، هينفجروا بجد. الناس دي هتنفجر وتموت من كتر الضحك، ودي قدره لو فكرت فيها مرعبه نوعا ما. غير ان هو نفسه بقى عنده مقاومه لتاثير الوش المضحك ده اللي هي بتوصل لايه؟ ايوه، للموت. بالاضافه طبعا لقدره تلاعب بالجاذبيه، قادر انه يحفر سقف وهو رجله جواه عادي جدا. بس اللي ظهر ده ايزو افريج واي شخصيه ممكن تعمله. العم جدو لازم يوصل الموضوع للاكستريم، هو قادر يعكس جاذبيه الكوكب كله. وبالمناسبه الحركه دي قادره على تدمير اي كوكب مهما كان ايه هو وبسهوله. واكيد طبعا انتقال اني، الانتقال الآني ده مش محدود بمسافات صغيرة مثلا، لا، هو قادر على الانتقال بين الأبعاد المختلفة، وكمان معاه مسدس قادر بيه على نقل الأشخاص انتقال آني لأبعاد مختلفة. واستنى بس أقولك إن العم جدو قادر فعليا على صناعة أبعاد كاملة جوه أشياء صغيرة. هو عمل تيشيرت، والتيشيرت ده اتحول لبعد كامل بيبلع أي حاجة جواه، والبعد ده كان عالم كامل بتضاريسه ومخلوقاته وكل حاجة. غير إنه قادر على صنع الأوهام، ومش أوهام محدودة، لا، أوهام عبارة عن عالم كامل. عايزك معايا تعرف ان اي حاجه مع العم جدو هي اكستريم عشان تبقى عارف يعني. مع قدره سفر عبر الزمن وبتنوعيه كبيره جدا لدرجه انه قادر يسافر بالزمن بصندوق زباله. وبمناسبه السفر بالزمن فاستنى اقول لك ان العم جدو مضاد للسببيه، مفيش بارادوكس هتحصل نهائيا. على زيرة بارادوكس، صح، الفيديو اللي هينزل الاسبوع الجاي من عالم بنتين. المهم مفيش بارادوكس هتحصل نهائيا من اي فعل او تاثير هيعمله العم جدو على الزمن، اذا كان في الماضي او المستقبل. مفيش حاجه هتتغير نهائيا من تأثيره على الزمن. ده غير انه قادر يلعب بالسببية نفسها كمان، هو قادر يدخل للماضي بتاعه ويحسنه، وده مش هيغير اي حاجة في الحاضر اللي احنا فيه. ده غير انه كمان عنده مقاومة لتوقف الزمن، هو كان قادر على التحرك والتصرف والكلام بحرية جدا في وقت ما كانت الحلقة كلها موقوفة. غير انه قادر على الوصول لسورس الانترنت في العالم كله، المكان اللي فيه كل حاجة ليها علاقة بالانترنت، داتا، معلومات، فياس بنك، كل حاجه. ده لو في العالم بتاعنا كده هتعادل الهاكر اللي مفيش منه اتنين، اللي هو اعتى ما انجبه مجال الهاكينج في العالم كله. صح، نسيت اقول لك حاجه، العم جدو هو اللي جمد الكوكب كله وهو اللي كان سبب العصر الجليدي. بس بغض النظر عن كل اللي انا قلته ده كله، في قدره مهمه هي التلاعب بالواقع او تشويهه او التلاعب بطبيعته او تفاصيله او الفيزياء بتاعته. كل حاجه حرفيا ليها علاقه بالتلاعب بالواقع العم جدو قادر انه يعملها. العم جدو دمر كوكب الارض اكتر من مره وبيظهر بعدها الكوكب موجود ومفيش اي حاجه حصلت، فده تلميح لقدره العم جدو على اعاده الواقع او الكون كما هو عليه. واللي بيسمح له بالمهلبيه اللي هو بيعملها دي كلها اكيد طبعا هي التون فورس. العم جدو يعتبر هو من اقوى ان لم يكن اقوى مستخدم للتون فورس انا شفته في حياتي. وطبعا لا داعي لشرح التون فورس لان شرحتها 5000 مره قبل كده، زي ما برضو ان لا داعي ان اشرح لك كسر الجدار الرابع اللي العم جدو بالمناسبه قادر يعمله عادي جدا، لاني برضو شرحتها كتير قوي قبل كده. عايز تشوف شرحهم عليكم على فيديو توم وفيديو باجز باني. ولكن ما يهم هنا هو فاكر لما قلت لك في فيديو توم ان كسر الجدار الرابع قادر يبريك العالم بتاعه كله ويخرج للعالم الحقيقي؟ مساء الخير، ازاي حضرتك، عامل ايه يا ابني؟ ما ترجعش ورايا هتتعب والله. المهم هو قادر على التلاعب بالحبكه والسرد، قادر على انهاء الحلقات قبل ميعادها، او قادر على التلاعب بالمشاهد وادخال المشاهد اللي هو عايزها وانهاء المشاهد اللي هو مش عايزها. هو فعليا قادر يعمل اديت للشو كله على مزاجه وعنده حريه كامله في الموضوع ده. لو انت ما تعرفش فالشو بتاع العم جدو المخرج بتاعه هو العم جدو، وهو اللي بيكتب القصه والحبكه
الحبكه والكلام اللي هتقوله الشخصيات التانية اللي منهم العم جده نفسه. هتقول لي يا فارس طب ما المؤلف عايز كده، الرسام عايز كده، الاستوديو عايز كده، هم حاطينه في حته انه بيتحكم في الحبكه والسيناريو، انما هو فعليا ما بيعملش كده. اقول لك بص يا معلم، العم جده لاحظ ان في حاجه غريبه بتحصل في الحلقه، وان مش ده السياق الطبيعي بتاعها، فخرج من الكرتون وصل لفريق العمل ومن بعدها للإديتور بتاع الحلقه واداله كف مخبرين محترم حلو على وشه عشان يعدل الحلقه كلها على مزاجه. صدقت كده ان الموضوع خرج عن سياق قصه وحبكه. المهم عندك كمان التواجد الغير محدود او التواجد متعدد المواقع. معناه ايه الكلام ده؟ بص يا معلم، العم جده ليه عدد غير محدود من النسخ، كلهم هم العم جده، وكلهم موجودين في اماكن مختلفه في نفس الوقت وفي ازمان مختلفه كمان. ومش كده وبس، لا، العم جده عنده نسخه منه موجوده في المرايه، والنسخه دي قادره تدخل وتخرج من المرايه لوحدها عادي جدا، او نسخه بتقود المركبه، او نسخه جوه صوره بتتفاعل معاه، والنسخ دي بتظهر من العدم عشان تساعده في مهماته. وفعليا في جيش كامل من العم جده، وكلهم نفس الشخص بنفس القوة بنفس القدرات بنفس كل حاجة. جيش العم جده متواجد في كل مكان في العالم، حتى في زبدة الفول السوداني، وده اللي بيفتح قدرة تانية مهمة جدا واللي هي الاميرجن. القدرة دي بتخلي الشخص قادر على العبور بين الخيال والواقع، والدخول للمواقع الخيالية زي الرسومات او القصص المصورة او الكتب، واستخدام الموارد او الادوات اللي هناك ويخرج بيها للعالم الحقيقي، واللي فيه معناه ان العم جده قادر على ابتكار اي شيء ممكن في خياله كرسمه، ويدخل للرسمه دي يطلع الشيء ده ويخرج بيه للعالم الحقيقي، واللي فيما معناه يعني العم جده قادر على الانتقال لابعاد كرتونيه تانية. يعني على سبيل المثال هو ظهر وساعد ستيفن يونيفرس في تقنيه الدرع بتاعه، وفي نفس الحلقه دي ظهر انه ساعد ديكستر وديدي وفتيات القوه وايد اد وايدي وبيلي وماندي وماك وجينيفر وسوات. مين دول؟ والله العظيم ما اعرفهم. وفلاب جاك وفين وستيفن، وكان متبقي بس كلارنس. ده غير انه كمان قادر ينقل الشخصيات الكرتونيه التانية للعالم بتاعه في مكان اسمه متاهة الحبكة، بيقدر منه العم جده انه ينتقل لاي حبكة تانية. وفعليا جاب كل شخصيات كارتون نتورك عشان يعلن عن جوائز يكسبها هو لوحده، وكل دي اثباتات لقد ايه العم جده متخطي المراحل دي بصعوبة بالغة. العم جده تخطى مرحلة الوجود نفسه اصلا، العم جده يتخطى مرحلة الواقع. العم جده ألف حلقة حرفيا ان هو الواقع نفسه. بس اظن انت عارف ان انا ما بمشيش ورا كلام الشخصيات، فين الاثبات؟ فين الدليل يا معلم ان انت الواقع نفسه؟ واسفني اقول لك ان العم جده قدم اثباتات ودلائل كتير جدا. بص يا معلم، العم جده هو الساعه، العم جده هو الاكل، العم جده هو الفرخه والبيضه، هو الشمس نفسها، العم جده هو الموناليزا، العم جده هو الشياطين والملائكه برضه، استغفر الله العظيم يا رب، وهو المفاهيم الكونيه. دي صوره للعم جده تعيش وتتعايش في عالم كامل ثنائي الابعاد، في كوميك بوك بيرسمها العم جده في عالم كامل ثلاثي الابعاد. مش مصدقني صح؟ دي شخصيه العم جده في عالم كامل متكامل عباره عن صوره قصاد العم جده. طب خليني اقول لك يا باشا ان العم جده وصل لمرحله انه خد جوله في المكان اللي بيتم فيه انتاج الكرتون نفسه او كل اعمال كارتون نتورك، زي ما انت شايف كده فين وداروين. ومش كده وبس، لا، ده كمان حضر طبع قرص لحلقه من الحلقات بتاعته، وفي الجوله دي قابل المبتكر بتاعه. المهم يعني العم جده تخطى كل مراحل الوجود وانه القصه او السيناريو، لا، العم جده شخص بيتحكم في كل ده عادي جدا. وبس اظن هنا نكون غطينا كل حاجه عن العم جده. خلينا نروح بقى لنقاط الضعف. وبصراحه يعني العم جده ملوش اي نقاط ضعف نهائيا من ناحيه القدرات، غير حاجه واحده بس وهي حدود خياله. العم جده اخطر حاجه عنده هي خياله واللي يقدر يعمله بخياله، بس مهما كان خياله ده قوي جدا فهو في النهايه له حدود، ودي نقطه الضعف الوحيده اللي لاحظتها عند العم جده من ناحيه القدرات. وبرده كعاده اي شخصيه كرتونيه فهو ما بياخدش اي قتال بجديه، هو تقريبا بيتهزم ويتضرب في كل القتالات اللي بيدخلها لحد ما يلاقي طريقه عبثيه يكسب بيها ويكسب. غير ان لو كل كميه حلويات كبيره نوعا ما فهو بيخش في حاله نوم فوريه، وهو كمان عنده حساسيه من الشبابيك. دي معلومه يعني عشان تعرفوا ان اتفرجت على العبث ده كله حرفيا عشان اعمل الفيديو. انا فعليا اتفرجت على 5 مواسم كاملين وما فوتش حلقه واحده فيهم عشان اجمع الداتا بتاعت الفيديو ده. المهم في نقطه ضعف كمان ملحوظه جدا، هو غبي. لا، ومش غبي غباء عادي، لا، هو غبي جدا. هو ما كانش قادر يعرف الفرق بين مصر والكورن دوج لاند، نازل قدام الاهرامات حرفيا ومش عارف هو فين. ويمكن دي مقبوله نوعا ما عن العته اللي جاي. هو ما كانش فاهم ان تورته عيد الميلاد لعيد ميلاد شخص، هو ما كانش فاهم ليه في تورته وايه علاقتها بعيد الميلاد اصلا. صح، هو بينسى كتير. هو كان ناسي ان بيتزا ستيف
ستيف صاحبه وكان بيجري وراه عايز التوقيع بتاعه، غير انه مش عارف ولا فاهم الصناديق بتتفتح ازاي. هو الشيء المميز اللي له علاقه بالذكاء عند العم جده، فهو يقدر يحل معادلات معقده وهو مش واخد باله. وبس اظن هنا اكون خلصت كل شيء ممكن عن العم جده. وكالعاده الاسطمبه المعتاده، لو وصلت لحد هنا ما تنساش تحط لايك عشان تساعد الفيديو ده يوصل لناس اكتر، تنزل تحت في الكومنتات تحط كومنت رايك في الفيديو، اول مره تشوفها ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهات الجايه باول. ولو حابب تشارك باقتراحاتك في الفيديوهات، اسئلتك، اي حاجه تقدر تلاقيها على الانستجرام، بنزل ستوريز هناك كتير جدا، وباخد اقتراحاتكم للفيديوهات اللي هتيجي بعد كده من ناحيه اختيار الشخصيات زي سلسله باتل رويال اللي انا شغال فيها حاليا. الاقتراحات او الشخصيات اللي داخله فيها كلها من اقتراحات الناس اللي على الانستجرام. وبس اشوفك الفيديو الجاي، سلام.